بتحس بألم مفاجئ أحيانا في بعض مناطق في جسمك زي الرقبة أو الكتف أو المعدة لما يحصل مواقف زي الناس اللي عندها قولون عصبي أو ألم مفاجئ نتيجة توتر أو ضغط أو أي حاجة زي كده. بتحس بآلام بتطلع في أماكن معينة في جسمك أحيانا أنت مش عارف الآلام دي سببها إيه، وحتى لو رحت للدكتور ما بتلاقيش سبب طبي للألم اللي عندك ده. هل جسدك ممكن يكون بيعبر عن ألمك الروحي؟ هل في مشاعر ومواقف وحاجات مؤلمة مرت علينا متخزنة في بعض مناطق جسمنا وبتعمل ألم من وقت للتاني عشان تنبهنا وتوعينا وتورينا إنه في مشكلة هنا محتاجة تتصلح؟ كل وجع بتحس بيه في جسمك بيكون رسالة من روحك بتقولك انتبه، انتبه لهذا الشيء أو انتبه لهذا الألم أو انتبه لما يحدث معك. ان انت تسمع دايما لجسمك. اسأل انا جسمي محتاج مني ايه؟ الألم ده ظهر ليه؟ انا عندي المشكلة دي ليه؟ الألم ده ممكن يكون سببه ايه؟ هل جسمك محتاج منك الراحة، الغفران، المسامحة؟ هل جسمك محتاج حركة؟ تسمع لصوت جسمك او لطلبات جسدك منك لما يكون فيها آلام وتبدأ تستجيب للإشارات اللي بتجيلك دي. من هنا من اللحظة دي بتبدأ رحلة التشافي والغفران. الرسالة اللي أنا عايزة أقولها لك من الموضوع ده أو من موضوع الألم اللي بيظهر في جسمنا أحيانا من غير ما نبقى فاهمين ولا عارفين ده بيحصل معانا ليه، إن جسدك هو وعاء روحك. الجسد هو وعاء الروح. دايما خلي معبدك نظيف وآمن.